خبر حزين وصادم انتشر في الوسط الرياضي، خبر مفجع بكل المقاييس. النهارده هنتكلم عن قصة نجم كبير مسيرته انتهت بشكل مأساوي، وهو الكابتن محمد صبري. الخبر المؤكد هو أنه في صباح يوم الجمعة 14 من نوفمبر عام 2025 رحل عن عالمنا نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق محمد صبري عن عمر 51 سنة. طيب، إيه اللي حصل بالضبط؟ وإيه هي الظروف اللي كانت محيطة باللحظات الأخيرة في حياته؟ خلينا نعرف تفاصيل الحادث المؤلم ده. في الجزء ده هنستعرض اللي كشفته التحقيقات الرسمية عن الحادث اللي أودى بحياة واحد من أبرز نجوم الكرة المصرية. الحادثة حصلت فجر الجمعة في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة. التحقيقات الرسمية بتقول إنه كان حادث السير مروع جدا، لدرجة إنه مقدمة عربيته تهشمت بالكامل، والوفاة كانت فورية حتى قبل ما الإسعاف يوصل. الجزء الأكثر إيلاما في القصة دي هو اللي حصل قبل الحادثة بدقائق. التقارير بتشير إن الراحل حس بآلام مفاجئة في صدره قبل حوالي ربع ساعة من الحادثة، ولحق يتواصل مع زوجته ويبلغها باللي حاسس بيه. بعدها على طول العربية انحرفت فجأة وخبطت في سور مبنى، ودي كانت آخر لحظاته. وبعد ما الإجراءات والتحقيقات الأولية خلصت، نيابة القاهرة الجديدة أصدرت قرار بالتصريح بدفن جثمان الكابتن محمد صبري، وبكده يتقفل ملف التحقيق في الحادث المأساوي. لكن بعيداً عن تفاصيل النهاية الحزينة، خلينا نفتكر مين هو محمد صبري. دلوقتي خلينا نرجع بالزمن ونتعرف على مسيرة واحد من نجوم الجيل الذهبي للكرة المصرية. محمد صبري ببساطة ما كانش مجرد لاعب كورة، لا، هو كان رمز الجيل كامل، واحد من الأعمدة الأساسية في نادي الزمالك ومنتخب مصر في فترة التسعينات. كان جزء أصيل من اللي بنسميه الجيل التاريخي، المجموعة دي من اللعيبة اللي سيطرت على البطولات وسابت بصمة مستحيل تتنسي. لو بصينا على رحلته هنلاقي إنه اتولد في إبريل سنة 1974 في مدينة بلبيس. مسيرته الاحترافية بدأت فعلا سنة 1994 مع نادي الزمالك، ورحلته مع القلعة البيضاء استمرت لحد سنة 2003، وبعدها ختم مشواره الكروي في صفوف نادي الاتحاد الإسكندري. طيب، إيه هي الإنجازات اللي خلت اسم محمد صبري محفور في تاريخ الملاعب المصرية؟ خلينا نلقي نظرة أقرب. 9 سنين كاملة، دي المدة اللي قضاها محمد صبري كلاعب أساسي في الزمالك. في عالم كرة القدم دي فترة طويلة جدا، فترة كانت مليانة إنجازات وبطولات، وهي اللي عملت من الجيل ده أسطورة حقيقية. يعني نقدر نبص على مسيرته على إنها مرحلتين. المرحلة الأولى كانت مع الزمالك، ودي فترة المجد والبطولات اللي صنعت اسمه كجزء من الجيل الذهبي. أما المرحلة الثانية مع الاتحاد السكندري فكانت بمثابة الفصل الأخير اللي حط فيه بصمته النهائية في الملاعب قبل ما يعتزل. وفي النهاية مفيش كلام يتقال أكتر من البيان الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم اللي نعاه وقال: رحم الله الكابتن محمد صبري ونسأل الله أن يسكنه فسيح جناته. فعلا رحيل مفاجئ لنجم ساب وراه إرث كبير من الذكريات والإنجازات.